الراجل ده كان من أكتر الناس اللي بتدافع عن إن الذكاء الاصطناعي يحاكم البشر، لكن في يوم صحي لقى نفسه متهم بقتل مراته. والمشكلة إن المحكمة مش قاضي، المحكمة برنامج اسمه ميرسي، ولو نسبة خوفه ما عدتش حد معين خلال 90 دقيقة الكرسي اللي قاعد عليه هيعدمه تلقائيا. وقبل ما نبدأ الفيلم يا ريت نصلي على النبي ونذكر ربنا في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتنزل فورا تكسر زرار اللايك. ويلا بينا بنبدأ الفيلم النهاردة مع نظام عالمي جديد بيحاول يسيطر على الجرائم عن طريق الذكاء الاصطناعي، لأن قبل سنتين عدد الجرائم زاد جدا، وكمان عدد المتشردين اتضاعف، والشعب ما بقاش حاسس بالأمان زي الأول، لأن كل يوم بتحصل حادثة جديدة وبيظهر مجرم جديد، لحد ما الحكومة قررت تعمل ريد زون بالناس اللي عليها سوابق إجرامية. لكن للأسف بسبب المنطقة دي مات عدد كبير جدا من ضباط الشرطة، علشان كده القرار النهائي كان إن المحاكمات تكون عن طريق ميرسي، واللي بتكون واحدة من أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي في محاولة منهم يرجعوا الأمن والأمان مرة تانية. وفي يوم بنشوف المحقق كريس وهو قاعد على كرسي الاعتراف وبيحاول يستوعب إيه اللي بيحصل، فبتقول له ميرسي إنه متهم بقتل مراته نيكول رافين، وما بيكونش كريس مصدق لحد ما ميرسي شغلت فيديو لمراته على الأرض وبنته جنبها، فبدأ ينهار ويحلف إنه عمره ما هيفكر يأذي مراته، وإن أكيد في حاجة غلط. وبيتكلم إنه كان من أوائل الناس اللي كانت بتشجع على نظام ميرسي في المحاكمات، وإنه بنفسه سلم 8 مجرمين للمحكمة، لكن ميرسي بدأت تفهمه إن مفيش حد فوق القانون، وكمان سمح له يشوف الأخبار علشان يتأكد فعلا إنه متهم بقتل مراته. وساعتها كان في مشكلتين كبار، أول واحدة إنه خسر مراته وهو مش فاكر أصلا إيه اللي حصل، وكمان متهم بقتلها والمفروض يدافع عن نفسه، لكن في الوقت ده زادت هرمونات الخوف عنده، فالذكاء الاصطناعي ترجمه إنه إحساس بالذنب بنسبة 97%، وعرفته إن كاميرات المراقبة جايبة في عربيته لما وصل الشغل حوالي الساعة 9، وقرر إنه يرجع البيت تاني، وحصلت مشادة بينه وبين مراته، لكن ما كانش في كاميرات جوه البيت. وبعدها خرج وراح يشرب في البار وهو على هدومه أثر دم، وكمان الطب الشرعي أثبت إن الضربة اللي مراته خدتها بالسكينة كانت عن طريق واحد أيمن وهو بيستخدم إيده اليمين، وبكده كل الأدلة ضده، وعرفته إنه قدامه 90 دقيقة بس علشان يثبت براءته، أو الإحساس بالذنب ينزل ل 92%، أو الكرسي اللي قاعد عليه هينفذ حكم الإعدام تلقائي بعد 90 دقيقة. وساعتها بدأ يتوتر ويتعصب أكتر، وبيطلب إنه يكلم روب صاحبه وبنته بريت، وبالرغم من إنهم مش من الشهود إلا إن ميرسي وافقت. والغريب إنه لما كلم روب وحاول يقوله إنه ما قتلهاش، لكن روب كان واخد موقف وحش منه، وبدأ يلومه إنه رجع للكحول تاني من غير ما يقوله، وإنه كان ممكن ينقذ الموقف لو عرف بدري. ولما حاول كريس يبرر براءته بإن علاقته مع مراته كويسة جدا، بدأت ميرسي تخرج له صور وفيديوهات ليهم وهما بيتخانقوا، ورسائل سرية بين مراته وأصحابها وهي بتقول لهم إنها عاوزة تنفصل عنه، وكمان تسجيل لبنته وهي بتتكلم مع واحد صاحبها وبتحكي له عن مشاكل أبوها وأمها مع بعض. ورغم إن كريس كان بيراقب إيميل بنته، إلا إنه اكتشف إنها معاها إيميل تاني. ولما ميرسي خلتهم يتواصلوا مع بعض كانت بريت منهارة، وحاول يفهمها إنه ما قتلهاش، وإن مهما يحصل لازم تصدقه. لكن اللي بيضايق كريس أكتر إنه اكتشف إنها عايشة مع جدها، وبيقول إن جدها أصلا ما بيحبهوش وأكيد هيحرضها ضده. لكن ميرسي قالت له إن الكلام ده كله مش هيفيدك، وإن كل ده من وقتك، وإن باقيله 68 دقيقة بس. وهنا بدأ كريس فعلا يفكر إزاي هيخرج نفسه من الورطة دي، فطلب من ميرسي إنها توصله بالمحققة جاكي، وخلاها تصور له مسرح الجريمة. لكن صدمته جاكي وقالت له إن كل الأدلة بتقول إن هو اللي قتلها، خصوصا إن بصمته في كل حتة. فقال
وقال لها تبطل غباء بقى وان لازم بصمته تكون موجودة لان ده بيته. ولاحظ كريس ان الفيديو بتاع مراته كانت بتبعت رسائل لحد، ولما قارنوا الوقت ده بتليفونها ما لقوش حاجة، فقال كريس لميرسي تدور في تليفونها التاني. لكن الغريب ان التليفون التاني اصلا مش متسجل عند ميرسي اللي المفروض يكون متسجل عندها كل حاجة. فميرسي بدأت تدور على رقمها التاني من تليفون كريس ورنت عليه، وطلع التليفون في عربيتها اللي جنب البيت، وبدأت ميرسي تفتش فيه. والمفاجأة انها كانت بتخونه مع راجل تاني، ولما ميرسي اتصلت بيه وسمع صوتها قفل السكة بسرعة. لكن ميرسي بلغت جاكي باللوكيشن علشان تتحرك بسرعة وتقبض على الشخص التاني. وهنا بدأت نسبة الخوف تنزل عند كريس ل 96%، ولما بتوصل بيجروا وراه لحد ما بيمسكوه وبيعرفوا ان اسمه باتريك وانه كان صديق مراته مش اكتر، وما كانش في اي نوع من انواع الخيانة. وكمان ميرسي راجعت كاميرات الفندق اللي باتريك شغال فيه وكان موجود في الشغل وقت الجريمة. وبالنسبة لميرسي اللي حصل ده دليل إدانة على كريس لانه ممكن يكون قتل مراته لانه شك انها بتخونه. وفي اللحظة دي زاد التوتر والخوف عند كريس ل 98%، فبيبدأ كريس يحكي كل حاجة مخبيها على امل الخوف نسبته تقل. وقال انه فعلا رجع للكحول من فترة وكان بيحاول دايما يخبي عليها، وسبب عودته للشرب هو موت صاحبه وهم في عملية، وان اللي قتل صاحبه تحول للعدالة، لكنه كان حاسس بالذنب لانه كان يقدر ياخد صاحبه للمستشفى ويسيب المجرم يهرب، لكنه قرر يمسك المجرم. ولما رجع لقى صاحبه مات، وقال ان يوم الجريمة كان مخبي ازازة كحول في عربيته، ولما وصل الشغل ما لقاهاش، فعرف ان نيكول هي اللي شالتها، فرجع وهو متعصب وكسر الطبق اللي هي بتحبه، وده سبب انها اتعورت والدم بتاعها كان على هدومه. لكن ميرسي قالت له انت ما قلتش ليه كده من الاول، فقال لها انه كان خايف ده يثبت التهمة عليه، فعرفته انه قدامه 40 دقيقة وكل اللي قاله ده مش هيغير حاجة، فطلب منها انه يرجع يدور على اي دليل براءة تاني، فطلب انه يعرف كل حاجة عن زمايل نيكول اللي في الشغل بعد ما عرف من باتريك ان في مادة في مخزن الشركة المدير خايف عليها تتسرق، والموضوع ده كان مضايقها، وطلب من جاكي تروح الشركة وتشوف المخزن. وميرسي قالت له ان مفيش حد من زمايل نيكول جه الشارع بتاعه من وقت الحفلة اللي كان عاملها في بيته، فقال لها انه عاوز يشوف الفيديو اللي بنته كانت مصوراه يوم الحفلة. وبيلاحظ كريس ان روب مدير نيكول كان راكب معاه 3 من زمايل نيكول في العربية، وبيعرفوا من الميلاد بتاعت نيكول ان المادة بتتسرق من 6 شهور واتسرق اكتر من 300 كيلو. والغريب ان اذون الصرف مظبوطة، معنى كده ان في حد بيحاول يغطي على عملية السرقة. وفي الوقت ده ظهر ميل لشخص اسمه هولد، واللي حاول اكتر من مرة يستسمح نيكول تسامحه لكنها كانت رافضة. وفي الوقت ده نسبة الخوف نزلت ل 94%، وبدأت التحقيقات تروح ناحية هولد وروب في الشركة، خصوصا لما رجعوا تسجيلات بنته واللي حست ان في حد في البيت غير امها، مع ان في نفس الوقت كان كريس في الشغل. وكمان من ضمن التحقيقات اكتشف ان روب كان اجازة في نفس يوم الجريمة، فبدأت ميرسي تشك فيه وعلى طول تبعت حد يدور عليه، خصوصا انه مش بيرد على التليفون ومش عارفين يحددوا موقعه. ولما بتوصل جاكي شقته بيعرفوا ان سبب اختفاء بيانات روب انه كان متربي في دار ايتام، وبيشوفوا صورة لروب مع اخوه ديف. وميرسي بتعرف ان ديف ده هو اول واحد يتعمل له محاكمة بالذكاء الاصطناعي، وبيفهموا انه بيحاول ينتقم، وبيلاقوا في جراج بيته كمية من المادة المسروقة من الشركة وبيعمل منها قنبلة. وبتخرج جاكي مع دعم من الشرطة علشان يقبضوا عليه، خصوصا انه راح خطف بريت من قدام البيت. وساعتها قوات الشرطة بيكتشفوا في اللحظات الاخيرة ان في قنبلة في بيت روب، وبسرعة بيخرجوا بره، لكن للأسف بتنفجر وفي منهم ضباط بيموتوا. وبتعرف ميرسي ان القنبلة اللي انفجرت دي صغيرة وان اكيد في قنبلة اكبر معاه في العربية. وعلى طول ميرسي بتؤمر فريق دعم يروح للوكيشن بتاع روب بعد ما قدرت تحدد موقعه، وبتكون خطته انه يدمر ميرسي اصلا. في اللحظة دي بتتأكد ميرسي ان كريس بريء، ونسبة الخوف والتوتر عنده بتنزل لصفر. لكن الغريب ان كريس بيرفض انها توقف الجلسة علشان يقدر يشوف بنته ويحاول يساعدها عن طريق خوادم المحكمة.
ورغم ان قدامه 9 دقايق بس لكن بغرابة ميرسي وافقت، وبنشوف جاكي وهي بتقف قدام العربية بالطيارة بتاعتها وبتخلي ميرسي تتكلم معاه. وهنا بنعرف ان روب بيحاول ينتقم لموت اخوه لانه كان مظلوم، وكانت جاكي هتقتله لكن ميرسي اتدخلت ووقعتها من فوق الطيارة. ولما وصل روب لمبنى ميرسي ساعتها قررت انها تفك كريس وتخليه ينزل ينقذ بنته، لكن بنشوف جاكي بتدخل بسرعة وبتضرب عليه نار بطريقة غريبة. وهنا بيقول روب انه حاول ينقذ اخوه واتصل بواحدة من المحققين وقال لها انه كان بيكلم اخوه طول اليوم وانهم ممكن يلاقوا دليل براءته في سجل التليفونات، لكن المحققة رفضت. وهنا بيشك كريس في جاكي ودخلت ميرسي ورجعت بالكاميرات وعرفت ان فعلا جاكي رفضت تسلم دليل البراءة لميرسي، وساعتها اعترفت وقالت ان كان لازم مشروع ميرسي ينجح علشان يسيطروا على الشعب، وان لو كان خد براءة كان المشروع هيبوظ، فقررت تضحي بواحد علشان تنجحه. وساعتها عرفت ميرسي انها ممكن تغلط عادي واتقبض على روب وجاكي. ولهنا خلص ملخص النهارده. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد على افضل الصلاة والسلام في التعليقات. واشوفك على فيديو جديد ويلا نقول سلام.